غلاء المهور آلاف مؤلفة. من أين للشباب مئات الآلاف من الريالات؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا ونحن السبب دفعناهم؟ اتصلت علي إحداهن طالبة في أول سنوات الكلية تقول: نحن في خطر، نحن في خطر. تكلموا عن الخطر الذي يهددنا، الإباحية في كل مكان، نريد أن نعف أنفسنا بالزواج، ادعوا لي يا شيخ. قلت: عسى الله أن ييسر الأمور. اتصلت علي بعد حين باكية قائلة: تقدم لي حافظ للقرآن، حافظ لآيات الله وكلام الله، ذو خلق وأدب عظيم، يشهد له القاصي والداني. رده أبي قائلا: أنا من قبيلة كذا وكذا، وأنا لا أعطي هذا، وأنا لا أعطي هذا. بل قال لها: اقطع الأحلام، والله لأعطينك لقاطع طريق شارب خمر ولا أعطيك لهذا، والله لأزوجنك إلى قاطع طريق وشارب خمر ولا أزوجك لحافظ القرآن. أفحكم الجاهلية يبغون؟ إن الله وضع ميزان، هو ميزان التقوى، وهو ميزان التفاضل بين الناس. الناس عند الله سواسية، فلماذا نرد فلان ونرد فلان؟ ما الضابط للرجل حين يتقدم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يتقدم الشاب اليوم فلا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه، يقال له: ابن من وممن وما هي وظيفتك؟ ووضعنا الدين في آخر الدرجات. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، والفساد واقع في كل مكان. اسمع بارك الله فيك، من الأسباب التي عطلت الزواج وجعلته عقبة في وجوه الشباب غلاء المهور، آلاف مؤلفة ما أنزل الله بها من سلطان. من أين للشباب ب30 و40 و50 ألف، ورواتبهم لا تتجاوز 1000 و2000؟ الفتن تطاردهم في كل مكان، تطارد الفتيات وتطارد الفتيان، ثم توضع هذه العقبات وهذه العراقيل. ما المقصد من الزواج أصلا؟ ما المقصد من الزواج أصلا؟ أليس المقصد حفظ الفتاة وحفظ ذلك الشاب وإنشاء أسرة مسلمة؟ اليوم الأسرة المسلمة لا تنشأ إلا بملايين الريالات. تدري لماذا؟ لأن الرجال لا يديرون الأمور، لأن الرجال تخلوا عن المسؤولية وأعطوها للنساء. في زواج مضى، حفلة زواج كلفت أكثر من 10 ملايين ريال، هذا الزواج باء بالفشل بعد شهر واحد. من أين للشباب بمئات الآلاف من الريالات؟ 50,000 مهر و50,000 لإعداد عشة الزواج. من أين لهم بمثل هذا؟ كثير من الشباب لا يبني حياته إلا على ديون لسنوات طوال. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره: أبركهن أيسرهن مؤونة. وهل فتياتنا وبناتنا أحسن من أمهات المؤمنين؟ ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته ولا تزوج بأمهات المؤمنين. حين سئلت عائشة رضي الله عنها عن صداقه صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره، قالت: ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته ولا صدق نساءه بأكثر من 12 أوقية ونجسا. قالت: أتدري ما النجس؟ قالت: نصف أوقية، فذلك 500 درهم. 500 درهم لأمهات المؤمنين، أطهر النساء وأعف النساء وأكرم النساء عند الله جل في علاه. ولبناتنا نطالب ب30 و40 و50 ألفا. من أين يأتي الشباب مثل هذا؟ من أين للشباب مئات الآلاف من الريالات؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا ونحن السبب دفعناهم إليه؟ كم من شاب التزم وأراد تحصين فرجه فإذا بالأبواب مغلقة من أمامه، وكان ذلك سبب في انتكاسته. الكل يتحمل المسؤولية. الحلال بمئات الآلاف من الريالات
والحرام بأيسر الأموال. اتقوا الله عباد الله، ما أنزل الله بهذا من سلطان. قال لي أحدهم يروي قصة زواجه، قال حين عزمت على الزواج اخترت بيتا صالحا أعرفه، وهذا هو الأصل. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أي ابحثوا عن الصلاح لا الحسب والنسب، ليس هو الضابط. الضابط هو صلاح الرجل وصلاح المرأة. قال فذهبت إلى أبيها في المسجد، صليت بجانبه، فلما انتهى من صلاته فاتحته بالموضوع على تردد، هو يعرفني. قال أنت ممن نرضى دينه وخلقه، جئنا بأهلك حتى نتعرف عليهم. جئته بعد أيام بأهلي، تعارف الأهل وحصل بينهم مودة وألفة. قال لي الأب الأسبوع القادم إن شاء الله تأتي ومعك الشهود، نعقد لك على فلانة. أردت أن يبين لي كم المهر، ما هي الشروط، ما هي الضوابط، لم يتكلم. قال الموعد الأسبوع القادم. يقول الشاب كنت على الوظيفة منذ 10 سنوات، جمعت مبلغ 20,000 ريال. والله إنجاز يا إخوان في ظل هذه الظروف التي نمر بها الآن أن يجمع مبلغ 20,000 ريال. قلت 20,000 أستحي أن أعطيه إياها في ظل تنافس الناس على المظاهر والإسراف والتبذير، حتى أصبحنا إخوانا للشياطين الذين من أصلهم الإسراف والتبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول فافترضت 20 أخرى. كم أصبح المبلغ؟ 40. قلت 40 ما تكفي اليوم، 40 والله ما تكفي. فذهبت في اليوم المحدد وجاء الشيخ لعقد النكاح، وبدأت الدقائق تمر علي وأنا في حرج شديد، حتى حانت تلك الساعة التي قال فيها الشيخ كم المهر. فسكت، فرددها علي. قلت 40,000. قال الأب لا، قال الأب لا، وسقط قلبي بين يدي. قال الأب 5,000 تكفيها، 5,000 تكفيها، واستعن بالباقي أنت وإياها على قضاء حوائجكم. فقمت وقبلت رأسه، وحق لمثل هذا أن يقبل رأسه، ومثله قليل، ومثله قليل. أعينوا الشباب، ساعدوا الشباب، احفظوا الفتيات، احفظوا المجتمع. الزنا في كل مكان، أولاد السفاح في كل مكان، على أبواب المساجد، في المزابل والقمامات. اتقوا الله عباد الله، يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. اللهم من يسر على الشباب فيسر عليه، ومن عسر عليهم فرده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بيوتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن،